السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنسف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق استيريا. التطبيق ده هيقدر يخليك تحول صورك والصور اللي انت أنشأتها إلى تقنية هايلة ومذهلة جدا بتقنية الذكاء الاصطناعي. التطبيق ده بيسموه مولد الفن بالذكاء الاصطناعي. هتقدر تلقي نظرة خاطفة وسريعة على صورك، وفي لمحة بصر تحول كلماتك وأفكارك لأعمال فنية مذهلة مع اختيار السريع والأسلوب القوي. هتقدر دلوقتي تحول صورك وتتقن مهنتك وتستخدم أدوات صنع الفن المتنوعة عن طريق لتحميل تطبيق ستيريا. تقدر تحول الصور العادية الموجودة على تليفونك لأعمال فنية استثنائية باستخدام منشئ الصور اللي بيدعم تقنية الذكاء الاصطناعي. هتكتشف إمكانيات ملهاش حدود مع منشئ الصور ده. لما تحمل التطبيق هتقدر تنغمس في عالم الرسوم المتحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي للرسوم المتحركة. تقدر دلوقتي تحول النص لصورة وتنشئ أعمال فنية ومرئيات رقمية جميلة جدا ومذهلة باستخدام مولد الفن القائم على الذكاء الاصطناعي، من التصميمات المستوحاة من الرسوم لحد المناظر الطبيعية الواقعية. دلوقتي هتقوم بإنتاج أشكال مختلفة من الصور الجذابة بواقعية وتفاصيل لا مثيل لها. التطبيق ده مهم جدا لكل العاملين على برامج الصور اللي بيشتغلوا في الشركات أو بيشتغلوا على إنشاء الصور، أو ليك أنت شخصيا هتدخل في عالم من الصور والفنون جميل جدا. التطبيق ده مساحته 43 ميجا بايت، وحجم عمليات التنزيل ليه أكتر من مليون عملية تنزيل، وتقييمه على جوجل هايل جدا حوالي 4.5 من 10، وده بيدل على رضا المستخدمين عن التطبيق. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، علشان كلنا نستفيد من التطبيق. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت فيه أي تعديل حصل للتطبيق، ياريت تبلغنا بيه عشان نعمل لك فيديو جديد بالتعديل ونوصله ليك بشكل أسهل وأسرع وأفضل. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات.